جا العيد ولازمنا نديرو خبز العيد اللي هو خبز الدار. شوفوا لي خبز الدار تاعي زعما جا خفيف ومنفّج وجا حميم الله الله. شوفوا هاد الوصفة اليوم رايحة تنحي عليكم غبينة، الكل وحدة راهي حايرة فيه وما يصلحلهاش بالسميد، ونقول لك أرواحي نعطيك وصفة مضبوطة وبمقادير بزاف مضبوطين، يجيك بزاف هايل. ندير لك مقادير تاع خبزة، جربيها وادعي لي بالخير. سلام سلام، أنا وصفة بنينة وراني في الكوزينة حضرت لكم هذا الخبز المنفش. شوفوا لي زيماه خفيف وكيفاه راهو مداير مطايب كامل على وجه، يجي بزاف هايل. شوفوا لي زيماه خفيف، شوفوا لي زيماه فارغ من الداخل مهوي، ما يجيش معجن بالسميد، ما فيه حتى سفة نتاع فرينة. حبيتكم قبل ما تبداو الفيديو تصليو وتسلموا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقولوا بسم الله. عندنا ربع كيسان نتاع سميد لهنا. شوفوا خيروا اي كيله تحبي ديري بالبول، ليسونسيال هادو الكيسان رايحين يخرجوا لك خبزه تجيك ما شاء الله. عندي 4 كيسان نفرخهم في ليان ولا نفرخهم في جفنه، نزيد لهم شويه نتاع الملح، 2 مغارف صغار نتاع الملح، مغرف كبيره مقبه نتاع الماكله نتاع السكر. نخلطوا هاد النواشف ناشف في ناشف. واش نزيدوا لهم؟ نزيدوا لهم شويه نتاع الخميره اللي هي قيس مغرفه نتاع الماكله، تكون شويه مقبه. نخلطوا هاد النواشف. واش رايحين نزيدوهم؟ الكيل تاع الزيت. الزيت لهنا هو اساس الوصفه اللي راح ينجح بها. رايحين نزيدو نص كيله نتاع الزيت، يعني نص كاس نتاع الزيت. مادامني بديت نكيل بالكاس نكمل الكيل تاعي بالكاس، نص كاس نتاع الزيت، ما تزيدوش على نص كاس. الكاس تاع الزيت هذاك ولا الكميه تاع الزيت هي اللي راح تعدل لكم الوصفه، وهي اللي راح تفسدها لكم. كون تكثروا الزيت رايح يجيكم ثقيل الخبز تاعكم ما يتهزش، وكون ما تكثروش الزيت وتعطيو له حقه من الزيت راح يجيكم بنين ويجيكم خفيف. نحكو مليح هادو كامل بالزيت نبسوهم ونديوهم للعجانه نتاعنا. شوفوا نحطوهم في العجانه وهما يدوروا وحنا نسقيو فيها بالحليب. شوفوا خليتها تدور ساعه شويه حتى تزيد شويه تتبسس هذيك الحبه نتاع السميد نتاعي وتقيسها كامل السوس نتاعنا اللي هو الزيت. نجيب الحليب بدرجة حرارة الغرفة، ما تدفيوه ما والو. نبداو نصبوا فيه حتى تشكل علينا عندنا يعني عجينة ملمومة. نضيفو غير بشوية حتى تكون لنا هذيك العجينة اللي ملمومة. ما تقيسي بيديك سيدتي ما والو، عندك العجانة اخدميه كيما هكا. اذا ما عندكش العجانة بليه خليه يطلع 5 دقائق ولا 10 دقائق وبدا يسقي فيه بالحليب، غير دلكي غير بشوية. ما تقطعيش العجينة، غير دلكيها بشويه. لهنا شوفوا راني حطيتها في العجانه بعد ما تشكلت عندي كوريه. رايحه نكمل اشاك فوا نحل عليها ونزيد لها شويه نتاع الحليب. شوفوا الحليب لهنا قيس نص ايطره ولا زايد شويه على نص ايطره. هذه الكميه تبان لكم يعني ما نحطولوش خلاص الماء، بليه غير بالحليب وشوفي النتيجة رائعة من أروع ما يكون. نخليوه نزيدوا له شوية ونزيدوا نقفلوا عليه العجانة نتاعنا ونخليوه حتى ينشف خلاص من السوائل هذوك من الحليب نتاعو. شوفوا زي ما نولي العجينة نقدر نقيسها وما تلصقش في يدي. شوفوا أنا حطيت نص زايدة عليه شوية، مش ايطرا غير بعلى لا نص وزايد عليه شويه. في هذه المرحله بعد ما تلقت صرحه شويه العجينه جبت بيضه الصفار احتفظت به، رايحه ندهن به السطح ولا الوجه نتاع الخبزه نتاعي. والبياض ضفته لهنا وزدت عليه مغرفه طريتها شويه نتاع الزبده وخليته يتعجن في راحته يزيد يطلق روحه مليح. لازم نتحصلوا على هذاك القوام اللي يجي بريسك سايل، يعني مش سايل خلاص ما يتهزش، لكن يكون سايل. كون ديروه شويه خشين هز روحه ما يجيكمش خفيف. ورايحه نزيد قيس نص فنجال نتاع ماء زهر في هذه المرحله الاخيره بعد ما نشوفوا باللي البيضه هذيك تشربتها. شوفوا لهنا القوام تاعو. شوفوا البلاطو تاعكم دهنوه بشويه نتاع زبده، دهنوه دهنه مليحه ما تشحوش في الزبده، وديروا يديكم في الزيت وهبطوا هذيك العجينه. شفتوا لي القوام تاعها تجي بريسك سايله خلاص. من جهه اخرى حكمت البيضه تاعي حطيت لها شويه نتاع ماء زهر فقط، ما حطيت لها لا حليب لا والو، حطوا لها شويه نتاع ماء زهر. واللي ما عندهاش ماء زهر وما تحبش هذا الذوق تحط شويه قهوه ولا شويه نتاع الحليب. وغير بيدي فوت هذاك صفار البيض على سطح الخبز نتاعي كما راهي توري لكم الصوره، فوتو كامل على السطح. ورايحه نزينو بشويه نتاع الجلجلانيه وشويه نتاع السينوج كما راهي توري لكم الصوره. انا ناس داري ما يشتيوش بزاف السينوج، رايحه نكثر الجلجلانيه ومش رايحه نكثر السينوج، وكل وحده فيكم عندها حريه الاختيار. في هذه المرحله اللي كنت نطيب نختم فيها في الخبز بقت الفور تاعي على 200 درجه.
ولهنا بعد ما حطيت له هادوك الزرارع غطيته بطرشونه وخليته يطلع حتى 45 دقيقه. شوفوا خبز الدار على قد ما يطلع على قد ما يجيكم مليح. نحطوه في الفرن مسخن مسبقا على 200 درجه. كي نشوفوا الحواف بداو يحمروا نحيوه نطفيو نبقطوا له من الفوق نخليوه يحمر، ومن بعد نجيبوه لهنا. بعد ما طاب حطيته فوق الشبايك، غطيته بالطرشونه وقلبت الخبزه. شوفوا راهي سخونه تفور. شوفوا لي زي مهجات حميمه من التحت طايبه على حبه كيما من الفوق كيما من التحت. وشوفوا لي هذيك الخفه نتاعو تاني الطياب لازم تعسوه مادام العجينه تاعنا درناها طريه بزاف وعمرناها بالحليب رايح الطياب تاعو يجي خفيف، يعني مامبا ربع ساعه يطيب لك من التحت و10 دقائق من الفوق وانتي نحيتي الخبز نتاعك. شوفي لهنا كي نحطوه رايحه نقسمه معاكم باش تشوفوا النتيجه الرائعه. شوفوا جربوا هذه الوصفه على ضمانتي، راهي وصفه اكثر من رائعه. هذه على ضمانتي كيما المطلوع يا اخي درتوه كامل وعجبكم، رايحه نقول لكم هذه خبز الدار. جربوا الطريقه هذه، جربوا الكيله هذه، صدقوني رايحه تجيكم من اروع ما يكون. ودوك نوري لكم النتيجه ورايحين تنبهروا بالنتيجه نتاع هذا الخبز. ما تقيسيش كاع بيدك اللي عندها بيتخا، ما تقيسيش بيدك خلاص وخدميه، صدقيني رايح يجي خبز من اروع ما يكون. شوفوا لي زيما هذيك الطراوه وزيما طايب حميمر وجاي العلو تاعو باين. شوفوا كنت خليوه يزيد يطلع فوق ال 45 دقيقه رايح يزيد يجيكم اعلى من هكا، يعني نتوما وحريتكم حتى تحسوا باللي هذيك الحبه بداو يديروا النبابل بين الحبات السينوج وتاع الجلجلانيه. لهنا نحيوه حطوه يطيب، نحيو له الطرشونه حطوه يطيب. شوفوا لي زي ما جا فارغ من الداخل. شوفوا لي هذيك الطراوه، شوفوا لي زي ما راهو هشيش. رايحه نقسموا معاكم باش تشوفوا تاني كيفاه من الداخل. شوفوا زي ما جا يعني منفج مهوي بزاف خفيف بزاف هايل يجي بزاف طري. صدقوني هذا خبز الدار نتاع الحراير. تبعوا الوصفه وما رايحينش تندموا عليها باذن الله. شوفوا زي ما جا هايل. شوفوا الارتفاع تاعو يعني لاباس، مش من هذاك العالي بزاف ومش من هذاك الواطي بزاف. دوكا على حساب الطلوع ناس بكري كانوا يطلعوا الخبز تاعهم حتى لساعتين ساعتين وهو يطلع. على قد ما تخليه يطلع على قد ما يجي رايب، يجي يعني عالي ويجي خفيف. انت لك حريه الاختيار، عندك الوقت خليه يطلع وديريه، ما عندكش الوقت اقسمي الكميه يجيوك 2 قريصات صغار وخليهم يطلعوا مليح رايح يجيك بزاف بزاف هايل. والطياب تاني يبقى سر من اسرار. وكي تخرجوا القرصه تاعكم لازم تقلبوها باش يهبط هذاك الهدام وهذاك الزيت ويتوزع على الخبزه كامله. هذا تاني سر من اسرار النجاح نتاع الخبز نتاعنا. وشوفوا لي النتيجه الرائعه. والبنه ما نحكي لكمش، بنه على بنه. شوفوا زي ما مهوي وفارغ من الداخل، مش من هذوك اللي يجيو معجنين يعني كي تجي تقطعيه يبان لك شغل الحاجه كسره ولا لا لا. شوفوا لي زي ما من الداخل فارغ ومنفج ومداير هذوك النباب الداخل بزاف بزاف هايل. جربيه سيدتي ما كيش رايحه تندمي عليه. نزيدو نقطع لكم شويه. شوفوا زي ما النتيجه من اروع ما يكون. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يصلح لكم. وما تنسونيش بتعليق شباب كيما نتوما هكا باش تشجعوني نقدم لكم وصفات اكثر. وما تنسوش تبارطاجيو الوصفه مع حباباتكم وصحاباتكم هكا باش توصل لاكبر عدد من المشتركين وتزيد العائله نتاعنا. وفي اخر الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم وصحه من بعد فطوركم.